كردستان بریهر تشتی فلکا ببخت شکان داری من نما کسرونش لبر آری من. الأديب المناضل عثمان صبري ولد في عام 1905 وتوفي في 1993. شخصية كردية بارزة في تاريخ نضال الشعب الكردي، ومن أقواله المأثورة وهي عندما كان في إحدى المرات في السجن بدمشق جلبوا له مترجما للعربية من الكرد باعتباره قال: أنا لا أتكلم العربية. وفي أثناء التحقيق قال مرة أخرى: أنا لا أفهم كلامكما. فاستغرب المحقق مذهولا وقال له المحقق: أليس الجالس بجانبي يترجم لك إلى الكردية، فكيف لا تفهمه؟ ليأتي جواب عثمان صبري كالصاعقة: هذا الذي بجانبك ليس كرديا، ولو أنه كان كرديا كان سيجلس إلى جانبي لا بجانبك. ليس كل من نطق بالكردية كردي. كردستان أولاً. إعداد سردار رامان.